ما تقوليش كده تاني. انت فاهمه ولا لا؟ لك عايزه افهم بس بس. انا قلت لك ما تقوليش الكلمه دي تاني. بس انا عايزه افهم قلت بس. بلاش الجمله دي تاني. الحقيقه كنت طالعه اسالكوا انتوا على معنى الكلمه اللي انا قلتها، ويعني ايه، عشان ابقى فاهمه ان هي غلط فعلا او عيب او حرام. مش عارفه حتى قطيت الكلمه فانهي حته ان هي غلط عشان ما تقالش في سني ده، وبعد كده عادي، ولا عيب ما اقولهاش قدام حد، ولا حرام لو قلتها فهاخد ذنب. بس بما ان انا فهمت ان ما ينفعش اقولها، بالمعنى الاصح اتمنعت اقولها، مش هعرف حتى اسالكم انتوا. خلينا متفقين ان البرنامج ده معمول للكبار الناضجين الراشدين. ما فيش طفل اصلا هيقعد يتفرج عليا، فما ينفعش نحرم الطفل من فهم حاجة معينة. مش يمكن لو فهمها تكون دي رسالة حياته بعد كده؟ اصلا ممكن كلامي ملعبك ملخبط. زي ما قلنا البرنامج ده اصلا للكبار. رحيم كان بيسأل اسئلة عادية، كان هدفه يفهم، بس ردود امه كانت دايما حادة، واتهامات ليه انه بيسمع كلام من الشارع ويجي يكرروا تهديدات بقى ان لو ما بطلش الكلام ده نوعية الاسئلة دي مش هيحصل كذا، ومش هيلعب كذا، ومش هيتفرج على كذا. طبعا ده مش موضوع الحلقة، التهديدات دي محتاجة حلقة لوحدها خالص. بس عايزة افهم حاجة بجد والله، ولما يبطل يسأل الاسئلة دي هيفهمها امتى؟ هيفهم امتى؟ سؤال تاني معلش، ولو ما فهمش السؤال الجاي هيجي يسأله، هيعرف ازاي ان من نفس نوعية الاسئلة؟ وهتضطر حضرتك تعاقبه المرة دي، مش كده؟ طب معلش، لما ما يفهمش ان دي شتيمة معناها كذا، الكلمة اللي هيسأل عن معناها المرة الجاية وهو جاي يسألك، تعرف منين برضو ان هي شتيمة؟ بعد السلوكيات من ابنك مش وقاحة، محاولة للفهم. عايزة اكون بكبر الموضوع، بس هو ممكن يكبر ويحس انه غلط مجرد وجوده. جملة مستفزة لحضرتك صح؟ لا يا فندم، هو ممكن كمان يخش في دوامة لوم مستمر. وضح وفهم قبل ما تعاقب.